أهلا وسهلا بكم. معاكم محمود صبحي في قناتكم مصر للدعاية والإعلان. في الدرس اللي فات اتعرفنا على الطيب طول وقائمة الطيب ونوافذ الطيب وازاي نستخدمها في البرنامج فوتوشوب سي سي 2017. النهاردة هنبدأ نشرح معانا قائمة السلكت، وهناخد نظرة سريعة على الفلتر أو قائمة فلتر وقائمة فيو وويندو واستخداماتهم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل المحتوى طبعا هنفتح أي تصميم موجود عندنا، يعني مثلا حاجة زي كده، الصورة زي دي. طبعا احنا اتعرفنا في شرح الأدوات على أدوات التحديد أو أدوات الاختيار. دلوقتي هنتعرف على قائمة سيلكت. لو اخترت أنا سيلكت أول واختصارها كنترول ايه، إن هو بيحدد لي على التصميم ككل. اللي بعد كده دي سيلكت وده الاختيار. أنا لو عامل كنترول ايه، طب أنا محتاج ألغي التحديد، أو هنقول إن أنا محدد على جزئية معينة بالماجيك تول مثلا كده، وانا عايز الغي التحديد ده، بضغط على كنترول دي اللي هو الاختيار دي سيلكت. طب انا بعد ما لغيت التحديد عايز احددها مرة تانية، هضغط ري سيلكت، هنلاقيه اوتوماتيك حدد لي على الجزء اللي أنا كنت محدد عليه. هنيجي بعد كده في عندنا الانفيرس اللي هو ان انا اعكس التحديد. ان انا لو محدد كده وضغطت على انفيرس، هيحدد لي كل حاجة في الصورة ما عدا الجزء ده اللي انا كنت محدده في الاول، وده هيفيدنا كتير واحنا شغالين على النسق التصميمات. هنيجي بعد كده في عندنا اختيار اسمه all layer. لو معايا كذا layer، نفتح اي ملف بي اس دي، ملف زي ده. لو انا جيت في السلكت وقلت له all layer كده، هو اختار لي كل الليرات اللي موجودة في التصميم، الليرات المفتوحة بس، اللير اللي معمول عليه قفل مش هيختاره. نيجي بعد كده لو انا عايز اوصل لير معين، شغال في ملف كبير وعايز اوصل لير معين، بروح اعمل له فايند لير، بلاقي في قائمة اللير بكتب اسم اللير اللي انا عايز اوصل له، هينقلني ليه على طول. يعني مثلا لو كتبت كده 1 6 2 4 5، جابلي إن في لير اللي هو بيبدأ ب1 6 هو اللير ده، بحيث إن أنا لو عايز أشتغل على اللير بشكل مباشر. بعد كده في الأيزوليت لير، إن أنا لو واقف على لير وعايز هو بس وضغطت عليه، هنلاقي كل الليرات اختفت من قائمة الليرات، واللير اللي أنا كنت محدد عليه بس هو اللي ظاهر. أول ما أشيل علامة الأيزوليت أرجع الليرات مرة تانية. هنيجي بعد كده في الكالر رينج. لو أنا عايز أحدد على لون، ده بقى عن طريق اختيار Select Color Range. إن هو مثلا لو اخترت اللون ده وقلت له أوكي، لو كل ما أزود، كل ما بدخل على ألوان تانية، كل ما أقلل، كل ما يحدد لي اللون اللي أنا مختاره. طب لو عايز أزود ألوان، هنلاقي اللون زاد معانا. كل ما تزود هيجيب لنا درجات الألوان اللي احنا محددينها. طب عايز أنقص لون، طبعا ده في التحديد والقص هيفيدنا كتير واحنا شغالين. واضغط اوكي، هلاقي الاماكن الالوان اللي انا اخترتها هي بس اللي متحدده. هنيجي بعد كده لو انا جيت باداه مارك تول او ريكتانجل تول، ريكتانجل سيلكت، وحددت على الجزء ده،
وقلت له الجزء المحدد. هو كده بيقول لي إن هو هيحدد النطاق ده. لو لاحظنا نلاقي الصورة كل ما هزود. يعني آسف. طيب احنا هنخلي التحديد على قد الجزء الخاص بالعربية بالسيارة. طبعا احنا اتعرفنا ازاي نعمل ترانسفورم سيلكشن. كليك يمين وممكن اختار ترانسفورم سيلكشن او من قائمة edit. ان انا محتاج الجزء ده بس. قلت له select focus area. هو كده بيبدأ يعمل معالجة للاختيار، وهيعمل لنا ماسك بقية التصميم. طبعا كل ما ازود. طيب انا لو عايز ازود اجزاء، اشيل اجزاء من التحديد. نلاقيه دخل معانا في الالوان. طبعا ده احنا هنشوفه بالتفصيل واحنا شغالين في عمليات الدمج والقص. زي ما شرحنا قبل كده إن في طرق كتيرة للقص ممكن نستخدمها واحنا شغالين. طيب لقينا هنا إن هو كل أجزاء من العربية. ممكن هنا إن الأجزاء اللي اتشالت نرجعها بالطريقة دي. أنا بقول له زود في التحديد. لو قلت له أوكي، هو ما عملش أي تغيير معانا غير إن هو بدأ يحدد لها الجزء اللي احنا كنا بندون فيه زي ما احنا كنا شايفين. نيجي بعد كده إن أنا لو اخترت نحدد على السما كده، ونسيب التحديد اللي موجود معانا على العربية بالشكل ده كده. جيت هنا select، قلت له select and mask. هيبدأ يعمل لنا ده ماسك. لو زودنا هنا كده هو حدد لي على الجزء ده. زي ما احنا شايفين ان هو ظبط التحديد على الجزء ده. نختار select and mask وابدأ اعدل في القيم. بعد كده لو اخترنا الموديفاي، لو قلنا له smooth اللي هو التنعيم بوردر، نزوم عشان نشوف. هنلاقيه عمل زي برواز، ان هو قرر الاختيار وعمله زي برواز. في السموث اللي هو التنعيم، ان انا مثلا هخليه 5 بكسل. بيبدأ ينعم لي التحديد. طبعا ده عشان نشوفه. لو جينا كده حددنا عليه
5 خلينا مثلا 10 بكسل. وعملنا كنترول في تحديد. طبعا دي هتبان معانا في التحديد واحنا بنقص جزء معين او عاملين رسم على السيارة بنقص جزء معين، هتبان معانا. هنيجي بعد كده هنشوف اختيار الجروب. طبعا كونتراكت ان هو يبقى فيه التباين. هنلاحظ ان هو ارتفع بقيمة 5 بكسل عن الحدود اللي موجودة. الفيزر التنايم، يعني لو خليت ده مثلا 25 قلت له اوكي، ده بستخدمها ان انا لو عامل تحديد عشوائي وعايز انا اعمل الحواف ده لوحدها بستخدم فيزر. هنيجي بعد كده للجروب. ده طبعا عكس الاختيار اللي احنا اخترناه في الموديفاي اللي هو كونتراكت. جروب بيرجعها، بيقربها من حدود الصورة اللي احنا محددين عليها السيميلر اللي هو الأجزاء المتشابهة. بعد كده في إيديت كويك ماسك مود، بيعمل لنا كويك ماسك عشان أعرف الجزء اللي أنا محدده، بقيت أزود أنقص عن طريق كويك ماسك. لود سيلكشن ده لو في تحديد محفوظ أنا بعمله لود من هنا وبحدد الملف اللي موجود فيه اللود وبحدده، فبيظهر لي التحديد من الملف اللي أنا اخترته. طبعا يوز 3D اكستراكت ده مع ملفات 3D، لو خاصية 3D شغالة معانا أو الجهاز بيشغل ملفات 3D. وبكده يبقى خلصنا قائمة سيلكت. هننتقل بعد كده لقائمة الفلتر. الفلتر هي إن احنا بنضيف مؤثرات على الصور. طبعا كل اختيار بيعمل لنا مؤثر معين اللي احنا هنحتاجه، وده هيبان معانا بالتفصيل واحنا شغالين على التصميمات. بس هوريكم عينة دلوقتي من الفلتر. هنرجع نقف على اللاير عشان نشوف التأثيرات. لو جيت فلتر جاليري في المعرض هنلاحظ إن فيه مؤثرات كتير ممكن أغير بيها شكل الصور وأعمل بيها تصميمات جديدة. يعني لو اخترت أي اختيار هختاره. طبعا ده كله بنشوفه في التصميمات اللي بترفع على السوشيال ميديا وعلى المواقع المختلفة. وطبعا ممكن مع كل تصميم لو غيرت القيم هلاقي الشكل التأثير بيتغير معانا. ممكن بتأثير جلوينج ايدج. اوكي، ممكن يلاقي الشكل اللي عم ظهر معانا كده. ممكن نكتب مثلا كلمة، يعني ممكن نعمل تصميم جديد بالطريقة دي.
نغير لون الخط. ممكن بالشكل ده عملت تصميم سريع بفلتر واحد. طبعا كل الفلاتر هتبان معانا واحنا شغالين ان في مؤثرات كتير. يعني احنا لو مسحنا ده وقلنا هنرجع لأول شكل زي ما كنا، طبعا احنا زي ما قلنا ممكن نضغط على F12 هيجيلي كل حاجة عملتها على الصورة اللي هو الريفيل أو الريفيرت، عفوا. من فايل بضغط ريفيرت أو F12 هيجيلي كل التعديلات اللي عملتها على الصور وهيرجعلي الصورة لأصلها. لو أنا جيت كده عملت لير جديد، حددت الألوان وقلتله مثلا فلتر، هنيجي في رندر وقلتله ايه كلاودز، هنلاقي برضه تأثير زي ده ممكن نستخدمه يعمل معانا منظر. نخش على الديستورت، وطبعا عشان أكرر الفلتر ممكن أضغط على كنترول F ألت وكنترول F هيكرر معانا الأمر. ممكن مثلا نديله overlay أو هنخليه darken ونزود الفيل. يعني ممكن بتأثيرات الفلاتر بس طلع أشكال جديدة وتصميمات جديدة. طبعا عشان وقت الفيديو مش هنقدر نكمل كل التأثيرات ديت، هتبان هنشتغل عليهم واحنا شغالين تصميمات. ننتقل بعد كده للقائمة اللي بعدها اللي هي قائمة 3D. لو أنا فاتح أي ملف 3D أو شغال على layer 3D بتعامل معاه من القائمة من هنا. القائمة اللي بعد كده قائمة الفيو، إن أنا لو عايز أظهر المسطرة أو أعمل جايد في الشغل. يعني مثلا لو عايز أزود جايد اللي هو فايدة الجايد استخدامه في حدود التصميم، وده هيبان معانا مع المطبوعات أو لو بشتغل على السوشيال ميديا وتصميم اللوجوهات. طبعا أي حاجة عايز أظهرها على الشاشة ده نظام الألوان اللي بشتغل بيه. التحذيرات، المسافات، نظام البكسل اللي بشتغل بيه لو محتاج أعمل زوم، نظام الشاشة. عايز أرجع للشكل الطبيعي أقوله ستاندرد سكرين مود. هنا الشو، لو ضغطت هنا على شو بيعرفني إن ده نهاية اللاير. دي المسطرة، ممكن أطلع منها الجايدات على حسب ما أنا هشتغل. دي بتفيدنا مع الويب تصميمات المطبوعات، إن أنا لو هقسم الملف عشان أعرف أنا هشتغل على إيه أو الحدود بتاعته ومقاساتي.
طيب لو أنا عايز أقفلهم وما يتحركوش معايا بضغط على لوك جايد، عايز أمسحهم بضغط كلير جايد. كده مسحتهم. طبعا لو أنا عايز أعمل نيو جايد فروم شيب، يعني لو معايا مستطيل كده عايز أعمل منه جايدات، وضغطت على فيو هتلاقيه عمل لي جايدات على الشيب. إن أنا لو مسحت المستطيل الجايد لسه موجود. لو أنا عامل سلايس للويب وعايز أقفله إن هو ميتحركش معانا بقوله لوك سلايس. وبكده خدنا نظرة سريعة على قائمة فلتر وقائمة فيو. وفي قائمة ويندو بيفتح لي النوافذ اللي موجودة قدامي، يعني مثلا لو نافذة لاير مش موجودة، احنا قلنا اختصارها F7. كده يبقى احنا خدنا نظرة سريعة على قائمة فلتر وفيو وويندو. قائمة ويندو أقدر أفتح النوافذ الجانبية اللي زي اللي ظاهرة قدامنا زي نافذة الزوم. دي ستايلات الخط. إن أنا لو عامل ستايلات أو عايز أعمل ستايل جديد هقوله نيو. هو إن الستايل اللي بعمله على الخط ممكن أحفظه بالطريقة دي. وخصائص الخط الفرش. دي قائمة ويندو، وفي النهاية قائمة هيلب الخاصة بالمساعدة بالبرنامج. وبكده يبقى احنا خلصنا سلسلة دروس تعلم الفوتوشوب من الزيرو. إن احنا اتعرفنا على واجهة البرنامج وشريط القوائم والأدوات، وازاي افتح عمل جديد وازاي احفظه. وتعرفنا على أساسيات البرنامج، وإن شاء الله انتظرونا في الدروس القادمة. إن شاء الله انتظرونا في الدروس الجاية. هنبدأ نطبق على برامج على برنامج فوتوشوب تطبيقات مختلفة سوشيال ميديا ومطبوعات عشان نقدر نتعرف على البرنامج أكتر عن طريق التطبيق. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهاردة. تعرفنا على قائمة سيلكت وقائمة فلتر، وخدنا نظرة سريعة على قائمة فلتر وفيو وويندو. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهاردة وخلصنا سلسلة تعلم فوتوشوب من الزيرو. ولو عجبك الدرس متنساش تعمل لايك للفيديو. لو لسه مشتركتش في القناة متنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك